مساء الخير جميعا مرة تانية، أهلا وسهلا بكم في النهاردة محاضرة السوشيال انجينيرينج. هو النهاردة الموديول هيكون موديول 11، مش موديول 10. ودايما يعني ترتيب الموديولز والمحاضرات بيبقى في حاجات ثابتة وفي حاجات متحركة متغيرة. يعني عادة في كل الكورسز السوشيال انجينيرينج أنا بحب أشتغله في الأول خالص. بس بما ان يعني علشان انتوا حسيتوا ان نظري كان كتير عليكم في الاول، فعلشان كده اخرت ورا. لكن الموديول ده مهم جدا 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 في حياة اي اي بنتريشن تيستر، وحتى كمان في حياة اي هاكر، بلاك هات هاكر او اي حاجة. لان معظم الاتاكس والهجمات، مبدأ السوشيال انجينيرنج تقريبا ما بنعرفش نبدأ في الحياة في اي اتاك من غير السوشيال انجينيرنج. طبعا انا مش كل حاجه يعني الموديول ملخص بشكل كبير، مش كل حاجه هناخدها. بس هو ايه هو مفهوم السوشيال انجينيرنج؟ مفهوم السوشيال انجينيرنج هو people manipulating the art of convincing people to يعني reveal confidential information. فن التلاعب بالاخرين علشان نطلع منهم بالايه، بالانفورميشن، نطلع منهم بانفورميشن مهمه جدا وفاليبل. واحيانا مرحله الهاكينج، مش مرحله الهاكينج، حدوته الهاكينج كلها بتبدا هنا وبتنتهي هنا. بمعنى ادق، لو حد مارس، يعني عمل براكتيكال بالسوشيال انجينيرنج على حد واخد منه المعلومات، خلاص كيس كلوزد، الموضوع انتهى. مع ان ممكن يكون اصلا الاوبجيكتيف بتاع الهاكر from the very beginning ان هو ايه، to acquire some information. خلاص هو قدر ياخدها عن طريق مين؟ عن طريق السوشيال انجينيرنج. وليد زكي رفع ايديه، خير يا وليد؟ دكتور، معلش أنا عندي مناقشة دلوقتي، وهينده اسمي كمان دقيقة. ممكن أخرج بس ثواني أعمل مناقشة وأجي. لا لا، لو عندك حاجة تانية اعملها خلاص، وبقى اسمع الليكتشر مسجلة، اتفضل. أوكي، شكرا لحضرتك. اوكي، مع السلامة. تمام. طيب ده مفهوم يا جماعة. السوشيال انجينيرنج هو بيعتمد على in how people، يعني people are يعني unaware of the valuable information. أحيانا المعلومات بالنسبة لنا بتكون عادية جدا، ولكنها بالنسبة للآخرين معلومات غاية في الأهمية. تأثير السوشيال انجينيرنج بشكل عام على الاورجنايزيشن، على الشركات، على الاورجنايزيشنز والشركات، او الشركات يعني، وحتى على الافراد. يعني في economic losses، financial losses، damage of goodwill، reputation damage، loss of privacy، lawsuits طبعا، وغرامات، واسمها ايه، تعويضات وحاجات كده كتير. طيب، ايه الحاجات اللي بندوس بيها عليها وازاي بيستخدم ضد الناس؟ هنشوف دلوقتي ما هو مفهوم الايه، السوشيال انجينيرنج بشكل عام. طيب، آه ليه بيحصل وليه بينجح السوشيال انجينيرنج؟ علشان هو بيشتغل على العامل البشري، واي حاجه اي حاجه بيكون العامل البشري فيها موجود بتكون هي نقطه ضعف عاده كتير قوي. ليه؟ الانسان ممكن بيفقد تركيزه، الانسان بيتعب، بيمرض، بيكون مصدع، بيكون عاوز ينام. واحيانا الانسان بيتشيت وبيغش وبيسرق وبيتقبل رشاوي. غير الكمبيوتر، سو فار الكمبيوترز دلوقتي ما بتعملش اي حاجه من الحاجات دي. يعني ما وان كان بدا بعض الاي اي مودلز يمثل ويأكت ان هو لايك ا هيومن، ويكلم الديفلوبر بتاعه يقول له انت بتخوني مع سيستم، حاجات كده يعني غريبه ظهرت. ولكن ان فاكت الماشين از ماشين. طيب، الفيزز اوف سوشيال انجينيرنج، اول حاجه لازم البلاك هات، لازم الهاكر عموما بيفايند التارجت بتاعك. التارجت هنا مثلا شخص او انتربرايز او شركه، عن طريق الويب سايت، عن طريق موظفين، عن طريق ان هو يتجول حوالين الشركه، عن طريق حاجات كتيرة. وانت الاول انت بتسيرش الشركة، بتسيرش حواليها، وبعدين تحدد التارجت بتاعك داخل الشركة. قد يكون موظف متضايق، قد يكون اي حد، قد يكون حد في احتياج للمال، حد في احتياج لأي حاجة. لأن خدوا بالكم،
المداخل اللي احنا بنشوفها في الافلام بتحصل، اللي هي الجزء العاطفي والحب والوعد بالزواج والوعد بالخطوبه والكلام ده كله بيحصل بشكل يومي. ومش بس في السوشيال انجينير، ما هو مبدأ السوشيال انجينيرنج على فكره يا جماعه، ده مبدأ حياتي، حياتي مرتبط بحياه الانسان. ومبدأ يعني هو مبدأ مرتبط بحياتنا اللي احنا عايشينها يوميا. الناس بتمارس السوشيال، النصاب بعيدا عن التكنولوجي، النصاب بيمارس السوشيال انجينيرنج. المتسولين في الشارع بيمارسوا السوشيال انجينيرنج جدا. وبيقراك من عينيك وانت قاعد في ورا، وانت قاعد في العربيه، وانت راكب في تاكسي، بيقراك من عينيك اذا كنت فعلا اسمها ايه، هتتفاعل، هتتعاطف معاه ولا لا. الكلام ده كله، دي كلها السوشيال انجينيرنج، قراءة الاشخاص وقراءة الناس. بعد كده، بعد ما هرجع تاني للفيزز بقى. ريسيرشنج التارجت كومباني، سيلكت تارجت بقى داخل الشركه، وده قد يكون شخص وقد يكون اوبجكت زي كمبيوتر زي اوراق. وبعدين لو هو شخص هنعمل ايه؟ هن يعني اوف كورس developing a relationship مع الشخص ده، صداقه بقى، علاقات بيزنس، استفاده ماليه، علاقه عاطفيه، ايا كان. وبعدين عن طريق الايه، العلاقه دي يبدا يستغل الايه الريليشن شيب. طيب، السوشيال انجينيرنج بيشتغل على ثلاثة ليفلز، سميهم ثلاثة دايمنشن، 3 دايمنشنز. قال لك هيومن بيزد سوشيال انجينيرنج، كمبيوتر بيزد سوشيال انجينيرنج، وموبايل بيزد سوشيال انجينيرنج. وهو قريب يعني لان خلاص دخلنا في الاس ام اسز والايميلز، فالموضوع قريب جدا من بعضه سواء كان كمبيوتر بيزد اور موبايل بيزد. الهيومن بيزد رقم واحد الامبرسونيشن. فخلوني امشي بقى ايه كده، بدل ما نقرا، بدل ما نقولهم واحد واحد ونرجع نعيدهم تاني. نبدا على طول في الهيومن بيزد سوشيال انجينيرنج. الهيومن بيزد سوشيال انجينيرنج اول حاجه امبرسونيشن. الامبرسونيشن هو انتحال شخصيه. هنا الاتاكر pretends to be someone legitimate or يعني authorized person. ممكن ينتحل شخصيه حد فعلا شخصيه حقيقيه. فاكرين السبوفينج. في السبوفينج كنا بنعمل اي بي سبوفينج اور ماك سبوفينج. هنا بنعمل سبوفينج بس لبني ادم، فبينتهي شخصيه معينه. او يقدر يطبع كارنيه وبطاقه وباسبور وكل حاجه. او ان هو كمان ينتهي شخصيه حد اوثورايزد، حد من فروم ذا اوثوريتي، يدخل مستشفى ويقول انا من وزاره الصحه وجاي اعمل تفتيش عليكم. الحاجات دي كلها من ضمن انتحال الشخصيه. بتنجح جدا 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 جدا. طيب، ممكن زي ما اتفقنا، ممكن كمان يعمل يعني موضوع بقى الامبرسونيشن ده له ادواته. الشخص ده بيكون مذاكر كويس قوي بقى سايكولوجي، وعارف، وبيبقى لابس بشكل معين وبيتكلم بشكل معين، وبيستخدم ترمينولوجيز معينة طبقا للموقف اللي هو فيه، او طبقا للشخصيه اللي هو ايه، اللي هو هيتقمصها. مش معقوله مثلا اجيب الليمبي بشخصيته دي والبسه بدله وكل حاجه واخليه يتكلم زي ما هو، ويروح يدعي ان هو مثلا مدير مستشفى او بتاع. لا، يعني هو بيستخدم نفس الادوات. طيب، ال ال الاكزامبلز على الكلام ده كله، بالنسبه مثلا ليوزر داخل مكان معين، ممكن يدعي، يعني واحد يدعي انه يوزر داخل داخل الشركه، داخل المؤسسه. بس ده هيدعي ليه؟ هو اللي حاصل ان في هاكر دخل المكان ولقى مكتب فاضي، قعد عليه وعمل ايه؟ ورفع التليفون الارضي وقال لهم، وكلم الهيلب ديسك، قال لهم انا فلان الفلاني، لو سمحت الباسورد بتاعتي ايه؟ الباسورد بتاعتي اي فورجوت ماي باسورد اور ماي كمبيوتر لوكت. لو سمحت اعمل لي ايه؟ اعمل لي ريسيت للباسورد. يبقى كده دخل على كمبيوتر بتاع ممكن مؤسسه او شركه من غير، هل ممكن ما حدش يحس بيه؟ وارد جدا جدا، في ظل الازدحام، في ظل ان ممكن يكون ما حدش واخد باله. واكيد الشخص اللي بيعمل انتحال شخصيه ده بيكون مذاكر المكان كويس. ممكن بقى يعمل نفسه في اي بي. ممكن تعمل نفسها هي سكرتيرة رئيس مجلس الإدارة، فالكل طبعا هيخاف منها جدا. ممكن تطلب بقى هي في الحالة دي ايه؟ يا اما باسورد، يا اما معلومات حساسة، يا اما اي حاجة. العكس كمان ممكن يحصل. ايه بقى العكس؟
ان واحد يكلمك انت وانت موظف حقيقي داخل المكان، ويقول لك انا من الكاستمر سبورت، واحنا بنعمل ابديت للبتاع كده، وزي ما بيحصل مع الناس، ويقولوا لهم احنا من البنك المركزي وعاوزين نحدث البيانات. ده بيقع، ده سوشيال انجينيرنج باي ذا واي، وبيقع تحت في اطار الايه، في اطار ال الامبرسونيشن. طيب عندنا ايه كمان؟ في حاجه اسمها فيشنج. هنتكلم عن الفيشنج بعد شويه، بس الفيشنج كنت كلمتكم عن الفيشنج قبل كده. كلنا عارفين يعني ايه فيشنج، صح؟ نو؟ يس اور نو؟ Yes. تمام. طب ايه الفيشنج؟ الفيشنج هو فيشنج بس باستخدام الايه، الفويس. خلاص. يعني ايه؟ يعني هو استخدام الفويس، يعني استخدام مكالمة تليفونية. هو الكترونيك فراد. خلاص. الاتاكر هيعمل ايه؟ هي will trick people, will trick another person to reveal يعني some financial information. في حوادث شهيرة قوي حصلت في موضوع الفيشنج ده، وبدأت تحصل في مصر، وقريب جدا واحدة زميلتنا في أحد الجامعات وصلتها رسالة من أختها، بتقول لها أنا فويس نوت يعني على الواتساب، أنا مش عارف فين وعندي إيه والعربية عطلانة، ابعتي لي 2000 جنيه. حولت لها 2000 جنيه، والحقيقة ما طلعتش هي، باستخدام الاي اي. في حد، بس طبعا هو ما بيبعتش عشوائي، هو عارف هو بيتارجت مين، بدليل ان هو قلد صوت حد، ايه، حد معين. الفيشنج، لو تفتكروا فيلم أو اولاد العم، فاكرين اولاد العم؟ نو؟ حد فاكر الفيلم ده؟ طيب ماشي. الفيلم ده كان فيه مين؟ كان ممثلة اسمها ايه؟ طيب هفتكر اسمها دلوقتي. آه منى زكي لو تفتكر. ايوه ايوه، منى زكي. منى زكي لما جوزها كان مش عارف ايه، خطفها وراحوا اسرائيل، وهو اسرائيلي اساسا، وفي الاخر قال لها انا اسمي دانيال. الشعب المصري كله استخدمها كنكته. مش كان بيسمعها صوت عمتها وهي بتسلم عليها، فاكرين؟ ده نوع من انواع اه الفيشنج. صح. بالظبط، اه ده نوع من انواع الفيشنج اللي هو يعني الفويس بشكل عام. طيب الفيشنج اكزامبلز، ممكن يعمل نفسه تكنيكال سبورت، يعمل نفسه ثيرد باري. انا مايكروسوفت واللايسنس بتاعتك هيحصل لها ريفوكيشن بتاعت مايكروسوفت اوفيس. لو سمحت خليني اعمل ريموت اكسس على الكمبيوتر بتاعك علشان اصلح. الكلام ده كله ممكن يحصل بسبب الايه، الفيشنج. طيب كمان من الحاجات اللي هي تعتبر هيومن بيزد، احنا لسه في اطار الهيومن بيزد. الايفز دروبنج، اللي هو واحد بيتصنت. ايفز دروب يعني واحد بيتصنت على ناس بتتكلم، حد بيتكلم في تليفون، حد بيتكلم في اجتماع. الشولدر سيرفنج زي ما انتم شايفين الاخ ده واقف ورا الموظف وبيقرأ المعلومات اللي بيشتغل عليها. الدامستر دايفنج اللي هو زي ما اتكلمنا عنها اكتر من مرة، ان الناس بترمي الورق بتاعها فبيطلعوا منه valuable information. بنوك، سفارات، هيئات حكومية، مش عارف ايه، مدارس، جامعات، بكل اسف لو ما عندهمش policy معينة كيفية التخلص من الورق بتكون أزمة كبيرة أوي. طيب في حاجة اسمها خليني أكلمك عن الريفرس سوشيال انجينيرنج. هنا بقى الريفرس سوشيال انجينيرنج، الاتاكر بيقدم نفسه على انه حد من الاثوريتي، وانا محتاج ايه؟ يور ادفايس قبل ما نعمل ايه، قبل ما ناخد قرار وناخد ايه، ناخد ديسيجن. بيجي باكينج. البيجي باكينج ده شخص نوت اوثورايزد ياخد في ايديه شخص اوثورايزد. انا بدخل الشركه بتاعتي ومعايا الاي دي، وجبت واحد في ايدي هو مش من الشركه ودخلته. الشخص ده ممكن يكون مين؟ ممكن يكون واحد استعطفني تحت، او قال لي ايه، او قال لي اي حاجه. انا I forgot my ID, I forgot my badge، وشكله محترم او شكلها محترمه يعني اكيد هي شغاله معانا والمبنى فيه كام الف بني ادم. ده اسمه بيجي باكينج. طب التيل جيتنج ده بقى الواحد بيمشي ورا واحد على طول. انا دخلت بالاي دي والباب فتح، اللي هو الباب الزجاج ده اتفتح، بياخد له مثلا ايه، 3 5 ثواني على ما يرجع تاني. في اللحظه دي يكون واحد تاني دخل. ده اسمه تيل جيتنج.
طب التيل جيتنج ده بيدخل ازاي؟ بيبقى معلق اي فيك اي دي عشان ما حدش يشك فيه. خلاص. الدايفرجن ثيفت او الدايفرجن ثيفت، الاتاكر tricks a person responsible for making a genuine delivery into delivering ايه to another location. يعني يقنع حد انه يعمل ايه، وهي جايه عن طريق الدايفرجن او التحويل. كويس. هاني تراب اللي دايما هي جايه، هي يعني باينه من شكلها هاني تراب. هاني تراب ده معناها ان حد بيعمل فيك ريليشن شيب مع حد. آه خلاص بقى بيتارجت الشخص ده وبيروح له على السوشيال ميديا او بيوصل له باي طريقه، ويبدي اعجابه بقى، والطرق العاديه، واتنين ليمون، وبعدين ايه، وعد بالخطوبه بس علشان ياخد confidential information. لو هي بتشتغل في مكان هام، او العكس، هو نفسه شخصيه هامه. ايه اللي بيحصل؟ بعد شويه بقى الفضفضه، اسمها ايه، المناقصه الفلانيه والمشروع الفلاني والوزير الفلاني، الكلام ده كله بتبقى confidential confidential information. بيتنج، ده جاي من البيت اي الطعم. الهاكر بيرمي على الارض او يسيب على اي ديسك ايه، يو اس بي فلاش. طيب لما واحد مننا بيلاقي يو اس بي فلاش مش بتاعت حد، اول حاجه بنعمل ايه؟ بنعمل ايه اول حاجه؟ بنجربها. بنجربها. وانس ان انت بقى ركبتها في اي يو اس بي بورت، الفلاشه اصلا ماليشيس وفيها تروجن، فيها اي حاجه، خلاص بينستول اتسلف على الجهاز. او immediately خد بالك في فلاشز بتتباع اونلاين. لو انت عاوز تدمر كمبيوتر completely it destroy the whole things in a matter of يعني half a minute. فده جزء. فموضوع البيتنج ده بكل اسف بينجح بشكل كبير قوي، خصوصا كمان لو عليه يعني كام فايل كده من فايلات الشركه. فاللي هيفتح اليو اس بي ويلاقي حاجات متعلقه بالشركه واللوجو بتاع نفس الشركه، مش هيشك. اول اوف سادن بقى يعني اكيد هيكليك على حاجه تو اكزيكيوت على الايه، على السيستم. الحاجه اسمها كويد برو كيو، وكيو جايه من زي لاين او اي حاجه. ده بيعمل ايه؟ ده بيكلم راندوم نمبرز كتيره قوي داخل الشركه، ويقول لهم ان هو من التكنيكال سبورت، وايه، وان هو من التكنيكال سبورت، وان هو بيعمل ايه، هيقدم اوفر سيرفيسز للاند يوزرز in exchange for confidential data or يعني login credentials. بيخدع الناس. elicitation، ده extract information from the victim by engaging him or her in a normal disarming conversation based على الفيكتيمز انترست. يعني واحد بيحب الرياضه، واحد بيحب الكوره، واحده بتحب الميك اب، بتحب الفاشن والمش عارف ايه، اللي هو الازياء والموضه. ده اسمها elicitation. والelicitation كلغه انجليزيه معروف ازاي هو طريقه، اسمها ايه، مش ابتزاز، هي نوع من انواع الخداع، اللي هو اسمه ايه، لما واحد بيقول لحد انت بتجر رجلي في الكلام. ده مفهوم الاليسيتيشن بشكل عام. طيب الكمبيوتر بيزد سوشيال انجينيرنج هو عباره عن ايه؟ بوب اب ويندوز. كل البوب اب ويندوز دي هيطلع لك فيها يعني لوجن سكرين او ساين ان سكرين. الناس هتعمل فيها ايه؟ هتكتب الانفورميشن بتاعتها. الهوكس ليترز ده ايميلز بتعمل وورنينج، والهوكس از هوكس يعني all of a sudden. وطبعا ده بيحصل دايما لما يكون في حاجه انفكتد على الكمبيوتر، او شويه بيبقى جاي مع الادويرز. لو تفتكروا زمان خالص لما اتكلمنا عن انواع المالويرز، وقلنا ان الادويرز هي نوع من انواع الاعلانات اللي بتكون ماليشيس او فيها حاجه خبيثه. طيب الهوكس ليترز دي بيحصل ايه؟ ما اعرفش انتوا مريتوا بيها ولا لا. اول اوف سادن يجي لك وورنينج ان البي سي بتاعك عليه فيروس وعليه تروجن او اي حاجه. كليك هنا علشان تو كلين ات وانس، او كليك هنا علشان تو انستول
ايه آه في حاجه تانية بقى. كليك ودي بتبقى اسمها اخر واحده، اللي هي السكير وير بيخوفك ويقول لك كليك على البطن ده علشان نعمل داونلودنج للايه، للسوفت وير بتاع الانتي فيروس. لكن الهوكس بيقول لك ايه، بيقول لك ان انت بيعطيك وورنينج ان انت اوريدي عندك فيروس، وبرضه هيطلب منك تو كليك على اللينك، واللينك ده بقى it depends where to take you to يعني. التشين ليترز بصوا كلها مصطلحات، بس انا عاوزك تفهم ما وراءها. بيبعت لك بقى الفري جيفتس ومبروك وكسبت معانا جيفتس والكلام ده كله، او بيبقى فوروردد يعني تو تعرف في الجيميل بتاعك لو رحت على السبام هتلاقي كل الكلام ده موجود، الهوكس ليترز والتشين ليترز والفيشنج والكلام ده كله. موضوع الاس ام اس والتشاتنج، يعني زمان اول او زمان لما كانت الانترنت في بداياتها كان عندنا حاجه اسمها اي او ال. كان اي او ال كان stands for امريكا اونلاين، وامريكا اونلاين ده كان عباره عن انترنت سيرفيس بروفايدر بلس براوزر بلس ماسنجر زي فيسبوك، كان قبل فيسبوك. وكانت الانترنت موجوده عند الناس، ولكن السوشيال ميديا ما كانتش بهذا العمق. فالناس كانت بتقعد على الانستنت ماسنجر ده، اي حد يكلم اي حد. يعني انت مثلا في الماسنجر بتاعك على فيسبوك، انت بتشوف قائمه اصدقائك بس اللي تقدر تتعامل معاهم. لا، الاي او ال كنت تقدر تعمل اي حد، تكلم اي حد زمان. فكانت الناس عندها فراغ، وكانت تقعد تعمل ايه، تتشات مع سترينجرز. يعني بقى المهم، كل واحد وحسب البيربس بتاعه. فكان من ضمن الشاتس دي ان الناس كلها تحس ان هي يعني اي حد تحت ضغط عايز يتكلم، لو ارتاح لحد فبالتالي ممكن تو ديسكلوز sensitive information. السكير وير اتكلمنا عنه. الفيشنج هو ده يا جماعه، الفيشنج سواء ايميل مسجز، بيجي لك لينكس asking you to حاجه من الاثنين، تخوفك ان انت لقينا الاكونت بتاعك someone is trying to make some changes, please you have to secure it right now. تدخل تسكيور الاكونت ياخدك على فيك بيج، او بالضبط يعني على فيك بيج، وهي بتبقى وياخد منك الانفورميشن بتاعتك من عليها. الفيشنج بقى بانواعه كتيره جدا، وده لسه بنتكلم عن ايه، الكمبيوتر بيزد سوشيال انجينيرنج، سواء ايميل سواء امازون سواء مش عارف ايه. و ولو تفتكروا انا كلمتكم زمان في او عن انواع الفيشنج عندنا سبير فيشنج. طيب عندنا الاول الفيشنج العادي ده راندوم. يعني ايه راندوم؟ راندوم ايميلز، راندوم مسجز، ما يعرفش انت مين ومبعوته. لكن الحقيقه اول ما يعرف انت مين ويبعت لك، او يعرف الجروب اوف بيبول دول مين ويبعت لهم، هيقول له ايه، سبير فيشنج. زي مثلا المجموعه بتاعتنا في الكورس ده انتم 100 طالب. هفترض ان حد يعرفكم او يعرف عنكم او حد سرب بياناتكم، وال100 طالب كلكم استقبلتم ايميلز من انتل مثلا او مايكروسوفت، ان انت هندي لك، انت طالب مميز وفي الاكاديميه واحنا عارفينك واسمك اهو بالكامل، وهندي لك جيفت من انتل من مايكروسوفت، وكمان او يبعت لك انفيتيشن لانترنشيب. اوكي، او بعض حاجه حلوه جدا. طبعا ايه اللي بيحصل؟ اكيد تحت تاثير ان انا اي نيد ات، هعمل ايه، هدبل كليك وهتملى الفورم بمنتهى الاريحيه، وهياخد منك الفورم وممكن يريبلاي تاني ويقول لك congratulations you have passed phase 1 now it's time to go to phase 2، ويبعت لك questionnaire تاني. حدوته كبيره قوي. ده لو ما بعتلكش من اول مره فيشنج لينك ممكن يسرق الكوكيز بتاعتك. فاكرين الكوكيز ولا مش فاكرينها؟ مش الكوكيز اللي بناكلها مع الشاي، لا الكوكيز، فاكرين الكوكيز؟ اه يا دكتور. كويس قوي. ياسمين، لما لو الكوكيز دي اتسرقت ممكن تفيد الهاكر في حاجة؟ اه ممكن يعمل سيشن هايجاكينج بكل سهولة، ويبقى عامل سيشن مع السيرفر او التارجت ويب بالظبط. سايت اللي هو عاوز يعملها. ممتاز. يعني هاك.
ممتاز. تخيلي ان كل ده ممكن يحصل عن طريق لينك مكتوب يعني اللينك ده هو عبارة عن جافا سكريبت، وبس معمول له لينك وانس ان انت اي واحد فينا يدبل كليك عليه يحصل له اكزيكيوشن ويبدأ يسرق سنسيتيف انفورميشن. ده موضوع الفيشنج. قلنا راندوم. اول ما يبقى سبير فيشنج معنى كده ان في تارجت، اما انت معروف باسمك او الجروب. وعادة السبير فيشنج بيبقى جروب، شويه بقى المشاهير، الرياضيين، الصحفيين، اللي مش عارف مين، ده بيبقى او كومباوند معين مثلا. يو نو وات، الكومباوند ده مليان ناس اغنياء جدا جدا جدا، واقل واحد بيركب عربيه ب 6 مليون جنيه عندهم. حلو قوي. طب ده انت تارجته في ايه؟ ده حلو. ده البنك بتاعه ده، الحساب البنكي بتاعه ده يبقى تقيل جدا. بنعمل ايه؟ نقول لهم اي حاجه بقى متعلقه بالكومباوند. احنا بنعمل خدمات اللاندسكيبنج، وهنيجي نقص لك الجاردن بتاعتك، ونعمل لك مش عارف ايه. اي حاجه من الحاجات اللي هو ايه، اللي بالنسبه له بتكون ايه، حاجه هو محتاجها جدا عن طريق الكلام ده. طيب الويلنج بقى، ويلنج هو ده نوع من انواع الفيشنج. ويلنج جاي من الويل اللي هو الحوت. فعاوز اقول لك بقى انا بتارجت الحيتان الكبار. مين الحيتان بقى؟ بس هنا بيستخدم على ايه؟ هاي بروفايل اكزيكتيفز، السي اي اوز، السي اف اوز، البوليتيشنز، السيلبرتيز، اللي عندهم ايه؟ already access to confidential information و highly valuable information. الفارمنج ده هو نوع من الفيشنج، بس يعني هو تكنيك اكتر منه نوع، لان انا اقدر استخدم الفارمنج مع اي واحد من دول. فاحيانا بيكون الايه، الكاتيجوري مش ادق حاجه. الفارمنج هو عباره عن ايه؟ ان انت الاتاكر redirects web traffic to a fraudulent website. بياخدك يعني ويب ترافيك معين يحصل له ريدايركشن، علشان وانس ان انت يو اكسس ات يحصل ايه؟ it installs a malicious program or personal على الكمبيوتر او على سيرفر او على اي حاجه. اسمها phishing without alert. بشكل عام يعني هي اسمها ايه؟ فارمنج. دي بتتعمل بايه؟ بتتعمل بحاجتين. بتعتمد على دي ان اس. يا سلام. طب طبعا مش احنا بنتكلم عن ويب ترافيك ريدايركشن؟ يعني انا عاوز اكتب جوميا دوت كوم، الاقي نفسي رحت على جوميا دوت كوم، بس اصلا لو ركزت على اليو ار ال اللي هو العنوان، مش هتلاقي ده جوميا دوت كوم خالص. هتلاقي ولكن البيج شبه تيبيكال جوميا دوت كوم. خلاص، فهو عمل لك ريدايركشن. وانس ان انت يكليك على اي بقى، يكليك على اي ايتم على جوميا، الايتم دي مش ايتم، هي صورة بس في وراها ايه؟ في وراها سكريبت بيرن وانستول مالويرز. ده كله طبعا مش هيتم الا عن طريق الايه؟ الدي ان اس. ما هو هو انا بطلع على الانترنت عن طريق الدي ان اس، فعلشان اعمل لك ريدايركشن عن طريق الدي ان اس. او خد بالك، ارجع بقى تاني للفيك بروكسي او الروج بروكسي. لو قدرت اعمل روج بروكسي سيرفر، او في حاجه اسمها هوست فايل موديفيكيشن. بصوا، الهوست فايل ده ملف، ده فايل موجود جوه ملفات الويندوز. هو ستاتيك فايل. ده بيتيك بريوريتي قبل الدي ان اس سيرفر. يعني ايه؟ الفايل ده عباره عن تكست فايل. ومايكروسوفت ويندوز وحتى اللينكس from the day of يعني from day zero، مايكروسوفت ويندوز البريوريتي بتاعتها هي الهوست فايل. بيقرا منه عباره عن ايه؟ تكست فايل. يقول لك ايه؟ جوميا دوت كوم كده سبيس 169، يعني الدومين نيم او هوست نيم او دومين نيم. بس هو طبعا الادق هو هوست نيم، بغض النظر طلع دومين طلع ملناش دعوه. الهوست نيم سبيس الاي بي ادرس. وانت حضرتك طالع على الانترنت، الفايل ده اوريدي جيتس تشيكد، وهو اوريدي بيلود مع السيستم، مع الويندوز. هو بيقوم لو الدي ان اس بيقول حاجه، والدي ان اس بيقول الصح، والهوست فايل بيقول حاجه تاني، الهوست فايل بياخد البريوريتي. ده معناه ايه؟ معناه آه ان الهوست فايل لو حطينا فيه الرونج انفورميشن هيوديك على ماليشيوس ويب سايت. عشان كده الهاكر ممكن يفيزيت يو جاست وان تايم ماشين، ما بيعملش اي حاجه خالص غير ان هو يدخل يعمل ايه؟ يحط نفسه ويحط الويب سايت بتاعه فين؟
في الهوستس فايل. الهوستس فايل ده بيعمل ايه؟ بياخد البريوريتي قبل الايه؟ الدي ان اس. طيب ده موضوع الفارمنج. موضوع السبيمنج، هو سبيمنج جاي من سبام، فما فيهوش اي حاجه ايه، ما فيهوش اي حاجه يعني جديده. ده باختصار موضوع الايه، موضوع الفيشنج اتاك. انت مش مسؤول غير عن ايه، عن او مش هتتسأل غير عن ايه دول بس، خلاص. سبير فيشنج، لو جالك سؤال في الفاينل او اي كويز هناخدها ما بين ال 12 والفاينل، امتحان ال 12 والفاينل، هتتسأل في دول بس، مش اكتر من كده، خلاص. الفيشنج تولز ما اكثرها. يعني ايه فيشنج تولز؟ هو انا محتاج فيشنج تولز إيه؟ لو بنتكلم عن الامبرسونيشن والهيومن بيزد، ما انتش محتاج، مش محتاج ابلكيشن تروح تتصنت على حد او انك تقف ورا حد. ولكن لو عاوز اعمل فيشنج مسجز والكلام ده كله، يس. شيل فيش واحده من اشهر التولز اللي تقدر تعمل بيهم ايه، فيشنج. بلاك اي، فيش اكس، والكلام ده كله. ايفل جينكس ده also موجود من ضمن الايه، الفيشنج تولز. خلاص اتكلمنا عن الهيومن بيزد سوشيال انجينيرنج، الكمبيوتر بيزد سوشيال انجينيرنج، دلوقتي الموبايل بيزد سوشيال انجينيرنج. الحقيقه هو الموبايل بيزد سوشيال انجينيرنج في كل، بيحتوي على كل الكمبيوتر بيزد بلس ايه بقى؟ بلس ان انت ركز ان الموبايل ده احنا شايلينه almost 24 by 7، شايلينه في ايدينا على طول، كويس. وبعدين الموبايل ده عليه موبايل ابلكيشنز، اوبا. طب ايه المشكله؟ المشكله ان الموبايل ابلكيشنز نفسها يسهل تزويرها وتزييفها. يعني انت you think ان انت you have a legitimate application for Facebook، لا، وهو fake application. تمام. ده ممكن يحصل ازاي؟ رقم واحد، ان الهاكر يعني from the very beginning بيعمل publishing لmalicious application. طب هو ده ينفع؟ اكيد ما ينفعش على الستور، على يعني على الجوجل ستور او الاي او اس ستور. ما ينفعش يقبله، لانه هيعمل عليه تيستنج وهيلاقي ان هو ماليشيس اب، ما ينفعش. فبيحصل ايه؟ فهو بيبوبيوليت ده على البلوجز بقى والانترنت والداونلود بيجز، وبياخد نفس الاسم والشكل والكالر واللوجوز بتاع ايه legitimate application. فالناس يروح يعمل داونلود فروم اوتسايد الايه، الستور. طيب في طريقه، ده اللي هو بيبيلد ا malicious اب فروم سكراتش. في حاجه تانية، ان الهاكر بياخد اوريدي ا legitimate application ويعمل له ريباكجينج. وارجع بقى ارجع زمان كده لما درسنا مكونات الكومبوننت بتاعه المالويرز، وهتلاقي ان في دروبر وفي صح كده، وفي الباكجر اللي بيعمل باكينج اللي هو الباكر يعني، وفي كمان الايه، اللودر. لما تشوف الكلام ده هيحصل ايه؟ الديفلوبر هنا هياخد ابلكيشن حقيقي وينجكت الابلكيشن ده باي ا مالوير، ويعمل له ايه، ريباكجينج. وبعد ما يعمل له ريباكجينج it looks exactly like the same original one. طب تفتكروا افرق ازاي بين الليجيتيميت ابلكيشن واللي معمول له ريباكجينج؟ في حاجه ممكن تفرق؟ هي سهله قوي. طب انا هدي لكم هند. ايه الفرق بين الرولكس الاصليه اللي ثمنها 50,000 دولار والرولكس التقليد اللي مثلا ب 200 دولار؟ بيعرفوا ازاي؟ صعبتها عليكم؟ اتفضل يا هو ياسمين. بيبان اه مثلا انه الساعة وزنها خفيف، مش بيكون في عليها أختام معينة المفروض تكون موجودة في الرولكس الأصلية. تمام. خبيرة ساعات يا ياسمين، اوكي ممتاز. طيب بصوا يا جماعه، صح، ياسمين قالت صح فعلا. الصينيين وصلوا لمرحله ان الساعه تيبيكال بكل حاجه، بالماتيريالز، بالسيريال نمبر، بكل حاجه. بس كان اخر حاجه بتفرق هو الوزن، والوزن كان بيفرق جرامات. طيب احنا بقى في السوفت وير والابلكيشن نفرق، لو هستخدم موضوع الوزن والجرامات ده استخدم ايه؟
ده سؤال امتحان مهم جدا، وهيجي لكم. اتفضلي. انا هجاز، بس المفروض هيبقى فيه certificates الابليكيشن المفروض يكون واخدها. لا، بالهاشنج. فاكرين الهاشنج ولا لا؟ الهاش الهاش اه الجوريثم. حد هنا النهارده معايا، واحنا في الاسبوع ال 12 خلصناه او بنخلصه النهارده، مش فاكر يعني ايه هاش تكنيكس او هاش الجوريثم؟ طب كلكم سامعيني؟ كلكم معايا النهارده ولا سبتوني ومشيتوا؟ اه، مع مين عارف؟ حضرتك يا دكتور. طيب عمر، انت رفعت ايدك، عارف ولا مش عارف يا عمر؟ اه عارف يا دكتور. تمام، كل الناس عارفه. طيب علشان ما نعيدش الكلام ده تاني، آه الاس ام اس، الفيشنج والفيشنج بالفويس، كانوا دلعوه كده وسموه ايه؟ السبوي نيم بتاعه ايه؟ هو عباره عن ايه؟ فيشنج. فيشنج. طب تتخيلي بقى يا ياسمين الاس ام اس ندلعها ونسميها ايه؟ فيشنج. نسميها ايه؟ فيشنج. لا، ما هو الفيشنج ده المسجز والكده، جم على الاس ام اس تحديدا وقال لك ما تيجي نسميها سميشنج. يلا يا سيدي سميها، انا مالي، سميها سميشنج. ايه بقى السميشنج؟ هو بس عشان تو ديفرنشيت بتوين الايه، الاس ام اس والمسجز التانية. حلوه قوي. ممكن كمان الفيشنج عن طريق فيك سكيورتي ابلكيشن، وده اتكلمنا عنها. اقول لك خد ده في بي ان سوفت، ده في بي ان. افاست، انتوا فاكرين عارفين افاست ده؟ افاست ده قعد سنين يخدع الناس، بس مش افاست الاصلي. في ناس قلدوا افاست فعلا، وفي كل اعلان يقول لك داونلود، والناس يقول لك انا معايا افاست وهو اوريدي ايه، هاكت 100%. فده باختصار، انا شلت حاجات كتيره من الموبايل، من الجزء ده، علشان ايه؟ بس ان احنا نسهل الدنيا شويه. طيب، من السوشيال انجينيرنج ايضا قال لك الانسايدر ثريت او الانسايدر اتاك. خلاص. الانسايدر اتاك، تعالوا انا بدايه من هنا، انا عملت هفتح باوربوينت تانية، اختصرت فيها شويه عن دي، بس انا هبعت لكم دي يعني علشان فيها كل ديتيلز. ماشي، لحظه واحده معايا. وانا بفتح على ما افتح الموضوع ده، اللابز، انا عديت على الكمبيوتر لابس في الكليه، ما لقيتش اصلا لينا مكان خالص. ثواني، هناقش الموضوع ده بعد الريكوردينج، مش هناقشه دلوقتي، سوري. طيب، الفيشنج. هنتكلم عن الانسايدر ثريتس. والانسايدر اتاكس. الانسايدر، مين هو الانسايدر؟ حد فاكر مين هو الانسايدر؟ او الانسايدر ثريت بيجي منين؟ صلاح اتفضل. شخص بيشتغل جوه الشركة مثلا. ممتاز. طب ايه اللي يخليه يعمل كده؟ ممكن هو راح الشركة أصلا عشان السبب ده، أو ممكن ايوه، مثلا عارف إن هو هيترفد قريب، أو خصم منه، في أسباب كتير. ما احنا عايزين نعرفها، خد بالك ده جزء ده حاجه مهمه جدا. انت قلت سببين، ياسمين كملي، ايه اللي يخلي واحد زي ده يعمل كده؟ اول حاجه، في نوعين، ممكن يكون عاملها intentionally او unintentionally يس، اللي هو يكون مش عارف يعني. هو تمام. موجود بس هو ما عندوش الانفورميشن الكافيه، فبيدوس على اي حاجه وينزلها ويعمل لها فورورد، واي USB بياخدها بيشغلها على طول من غير ما يتشيك على السكيورتي بتاعها.
دي أول تمام. حاجة. تاني حاجة ممكن intentionally اللي هو يكون فعلا جاي الشركة لسبب معين ان هو يبوظ الريبيوتيشن بتاعهم او يعمل داتا بريتش او يسرق داتا معينة، او ان هو ياخد admin privileges يدخل يشوف يطلع على بيانات اللي هو مش المفروض انه يكون هو شايفها. ممكن يكون هو اصلا موجود جوه الشركة بس عنده مشاكل مع حد معين فحب ان هو ينتقم مثلا، مهم. فدخل بقى يسرق الداتا ويبوظ الداتا، بالظبط. يسربها يبيعها ياخد منها فلوس كده. او بياكلوا السندوتشات بتاعته مثلا، صح كده؟ ممكن. مثلا. طيب، شكرا يا ياسمين. واضح انك مذاكره المحاضرتين، اول محاضرتين كويس جدا. الكلام ده انا قلته في الاول خالص. بس يعني انا اتعلمت معاكم اني مش هستبق الاحداث. هحط كل حاجه في وقتها، لان من وقتها للنهارده اتنسى الكلام ده، اتنسى. بس الناس اللي هي بتخلص اول باول بتكون مركزه فعلا. بالظبط اللي قاله صلاح واللي قالته ياسمين خلاص هو بيكفر كل الموضوع. هو جاي من اشخاص داخل المؤسسه او الشركه، ممكن يكون عندهم بدون قصد واحد مهمل، او على الجانب الاخر واحد حب ينتقم. والانتقام هنا ممكن يكون بسبب ان هو حاسس انه مش واخد حقه، مظلوم، الناس كلها بتترقى وبتاخد فلوس وهو لا، والكلام ده كله. بكل اسف ممكن يبعت داتا sensitive information. ممكن اللي هو بدون قصد انه يفرود ايميلز وسنسيتيف انفورميشن لناس يعني تو ذا رونج يعني ريسيبيانت، او انه ممكن يستخدم البيرسونال اكسترنال درايف بتاعه ويركبه جوه الشركه وينزل مالوير او يداونلود حاجات. ومع الداونلود يحصل ايه؟ يحصل مع الداونلود يحصل انستليشن لاي حاجه هي قد تكون يعني malicious. على الجانب الآخر ممكن كمان قبل ما يمشي من الشركة يلم كل الداتا، يسرق كل البيانات sensitive information. علشان كده مهم قوي موضوع ان الداتا يبقى ليها ايه، يكون لها ايه، يكون لها آم، في policy للداتا داخل الشركة، وازاي نكون بنعرف نأمن الداتا بتاعتنا. انواع الانسايدر ثريتس عندنا malicious insider اللي هو already intentionally misusing الانفورميشن. واحد تاني ده بقى اللي هو negligent insider اللي هو حاسس ان هو مش عارف، حاسس ان هو ايه، مش واخد حقه والكلام ده كله. اضيف على كل الناس دول بقى الثيرد باري. مين الثيرد باري ده؟ الراجل بقى اللي جاي يصلح الاير كونديشنز، اللي جاي يصلح الكهرباء، يصلح التليفون. ده كمان ممكن يكون عنده اي malicious intent ان هو to steal or disclose a sensitive information. نعرف ازاي بقى الانديكيتور بتاع الناس دول؟ ان هو بيدخل على السيستم في ساعات متأخرة، بعد الشغل، بيكوبي داتا، بيداونلود داتا، بيبعت داتا، بيستخدم البيرسونال ايميل بتاعه داخل الشغل. الكلام دي كلها symptoms و behaviors لازم ناخد بالنا منه واحنا جوه الشركة. آم، طب ده هيفيدك انت في حاجة؟ يعني انا مالي، انا مهندس. حضرتك انت في يوم من الايام هتبقى مسؤول عن شركة، عن سيستم. بعد شويه هتبقى مانجر. لو انت مش فاهم الكلام ده هتبقى بيج ايشوز. انت كمان لما اللي منكم ان شاء الله هيشتغل في السايبر سيكيورتي، بعد ما تتقدم في الشغل انت مش هتشتغل تكنيكال خالص. انت هتتعلم الحاجات بتاعت السايبر سيكيورتي اللي ليها علاقه بالجفرنس، الحوكمه والكومبلاينس والقوانين والكلام ده كله. وهيبقى تحت ايدك مهندسين شباب لسه متخرجين، هم دول اللي هيعملوا كل الفنيات، بس انت المفروض هتكون اتعلمت حاجات ايه اكتر منهم شويه. طيب، موضوع السوشيال نتوركينج بقى اللي هو الفيسبوك والكلام ده كله، طبعا في حاجات كتيره بتتعمل على السوشيال نتوركينج. فيك ايدنتيتيز، الامبرسونيشن. هو الحقيقه المكان الايديال للامبرسونيشن في العالم اللي هو في الفيرتشوال وورلد بتاعنا ده فين؟ السوشيال ميديا. محدش يعرف حد. اي صوره، اي صوره مع اي حد، مع اي كلام، مع حاجات غريبه جدا بتحصل. الجروبس بتاعت الستات يدخلها واحد وعامل نفسه واحده ست، والعكس. وطبعا حاجات السوشيال ميديا. بنخاف على الاولاد، بنخاف على التينيجرز والاولاد اللي هم من 10. انتوا خلاص عديتوا سن التينيجرز يعني، خلصتوه المفروض.
السن اللي هو من 10 و9 سنوات ده لغايه 14 و16 يعني و17، سن خطر جدا. للاسف الناس بتكون على الانترنت، حتى في الجيمنج يقدروا يعملوا لهم يشتغلوا عليهم مانيبيوليشن وسوشيال انجينيرنج. ممكن يعرف منه بابا بيشتغل ايه، ماما بتشتغل ايه، عربية بابا لونها ايه، حاجات كده كتير، انت بتروح مدرسة ايه. الكلام ده كله ممكن يتعامل بيه للأسف على السوشيال ميديا. أمور كتيرة جدا جدا جدا. طيب، الثريتس بقى بتاعة السوشيال انجينيرنج ممكن ممكن واحد يعمل نفسه يعني ممكن واحد يكتب انا دكتور هشام عفيفي بدرس في الحته الفلانيه، ويعمل اكونت على لينكد ان والناس تتعامل معاه على انه انا. ففي المجال المهني الموضوع ده خطير جدا. بالتالي ممكن كمان هو على السوشيال ميديا تو ريبريزنت ا كومباني اوريدي موجود، يعمل نفسه الاتش ار او المانجر ويوفر وينزل جوبز ويعمل انترفيوز. الموضوع للاسف. طيب ايه اللي هيحصل من ورا الكلام ده كله؟ في ناس عاوزه تشتغل، فبيبدا يبعت، وبعدين هيبعت لك ماليشيوس لينك ويحصل داتا ليكينج ويحصل ايه. وعلى الجانب الاخر بيضر الشركه، لان بيحصل ايه؟ البراند نفسه بيبقى بيحصل له يعني تشويه للريبيوتيشن بتاعته. الايدنتيتي ثيفت بتحصل في كل حته. اي ستولن اي دي، وده من ضمن السوشيال انجينيرنج. علشان الصوره تكتمل بتاعه السوشيال انجينيرنج، الشخص اللي هيعمل امبرسونيشن ده مش هيطلع لك يعني كارنيه النادي بتاعه، يعني اكيد مش هيطلع الكارنيه بتاع الشطرنج ولا الكارنيه بتاع اللي بيأجر بيه بلاي ستيشن ولا جيمز ولا بتاع. اكيد هيطلع اي دي علشان فيك، علشان يروح يطلع بيه، يفتح بيه بنك اكاونت ويعمل بيه. وللاسف في عصابات على مستوى العالم متخصصه في الموضوع ده جدا جدا جدا، في موضوع الايه، انه يعمل فيك اي دي. خدوا بقى، علشان كده ناخد بالنا كلنا. انت اونلاين اوعى you don't you can you are not supposed to share يعني any piece of information مع اي حد خالص. الكاونتر ميجرز بقى بالنسبه للسوشيال انجينيرنج، رقم واحد، السوشيال انجينيرنج عموما الاويرنس تريننج، الاويرنس ثم الاويرنس ثم الاويرنس. رقم واحد، نعلم الناس كل التكنيكس الخاصه بالايه، بال الخاصه بكل التكنيكس والتاكتكس اللي بيعملها المانيبيوليتور واللي هو ايه، الهاكر في مجال السوشيال انجينيرنج. قبل ما اتعامل مع حد لازم افيريفاي هيز ايدنتيتي اور هير ايدنتيتي. مش اي حد يكلمني اقول له يلا انا معاك يعني انا شخص يعني، وانتوا بعد ان شاء الله ما تخلصوا وتشتغلوا هتتعرضوا للكلام ده كتير قوي. انا بيجي لي ايميلز، احنا الجامعه الفلانيه وحضرتك وسيادتك وما حصلتش. و آه، الناس الذكيه قوي بتبدا بدايه هاديه. الناس الغبيه في اول ايميل يقول لي لو سمحت صوره الباسبورت بتاعك وصوره المش عارف ايه وحاجات كده كتير قوي. ف يو هاف تو فيريفاي. طبعا هل انا يعني بتفاعل مع الموضوع ده؟ لا طبعا، طبعا ده نو واي. يمكن الوضع في مصر دلوقتي بالنسبه لنا بقى الاويرنس اعلى من زمان. بس زمان بطاقه الناس، صور البطاقات كانت موجوده في كل حته، في كل مكان. فموضوع البطاقه الشخصيه بتاعت الانسان المصري ده كانت في كل حته على الرصيف. يعني بمعنى ادق، انا بس مش بخوفكم، بس انا لازم اقول لك الحقيقه يعني. انت لما بتروح تصور البطاقه بتاعتك او الباسبور او الاي دي بتاع الكليه في اي برينتر، في اي كشك تصوير، في اي محل تصوير، في نسخه بتتسجل على البرينتر. وزمان ما اعرفش بقى دلوقتي، زمان كانوا بياخدوا الصور دي اخر اليوم يطبعوها ويدوها لحد كده معين كان بيعمل بيها جيمز كده وحاجات سخيفه زمان يعني. زمان ده كنتوا انتم صغيرين جدا، صغيرين يعني. بس زمان كان ايه بقى في الشارع؟ السيم كارد اللي هي خط التليفون كان بيتباع على الرصيف اكتيفيتد اوريدي. اوكي. فكان في ناس يلاقي عنده 10 خطوط و15 خط تليفون مش بتوعه. ايه اللي حصل؟ اتعمل لهم اكتيفيشن ببياناته،
وكانت الدنيا سهله لكن لا، من سنوات يعني الحقيقه ال NTRA اللي هو جهاز تنظيم الاتصالات، لا قفل الباب ده تماما تماما. والنهارده كل حاجه المفروض يعني in order to activate يعني موبايل لاين لازم يكون موجود بنفسك، والبطاقه بتاعتك valid ومش expired وحاجات كده. اللي عاوز يتاكد هو عنده ايه باسمائه، في موبايل ابلكيشن اسمه ماي ان تي ار اي. عارفينه؟ يس اور نو؟ طيب، ابقى نزل ماي ان تي ار اي من على الستور، مش من بره الستور، علشان ما تقعش في فخ السوشيال انجينيرنج. نزل اعمل داونلود للماي ان تي ار اي، وادخل بالاي دي بتاعك. هيسالك بقى رقم قومي كده، هتعرف انت عندك كام موبايل باسمك، كام سيم كارد باسمك، وحتى لو الانترنت في البيت باسمك هتعرف، او باسم بابا، يعني تقدر تعرف الكلام ده كله. الفيشنج اتاك ده من اخطر الحاجات، واحنا مش هنقدر نبقى 24 ساعة اويك يعني وصحصحين وكده. فبيحصل ايه؟ احيانا ممكن ان انت تبقى هاف واي تو بي هاكت فعلا، لان ممكن تكون انت مش نايم كويس، او لسه صاحي من النوم، او مش مركز، او المسج مكتوبة حلوة قوي 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 ومقنعة قوي، او انت في وسط الدوشة ما ركزتش من السندر. رقم واحد لازم you have to verify sender. don't click on، يعني بص، شايف اللينك ده شكله innocent جدا، بس ما ينفعش. اعمل ايه؟ اخد كوبي من اللينك، ولو رحت على اي تكست في تكست اديتورز معينه، لو عملت بيست هيعمل بيست لايه؟ للاكتشوال يو ار ال، مش للفيك يو ار ال. ده مجرد ان هو ايه، بيعمل له رينيمينج باي ذا واي، لكن ده وراه مين؟ وراه يو ار ال حقيقي. عاده بنستخدم حاجات زي virustotal.com، ويب سايت اسمه virustotal.com. فيروس حط عليه اللينك ده، هيول هي البلاتفورم يعني will examine اليو ار ال ده against maybe 50 سيرفيس بروفايدر. هو ما بيعملش حاجه، هو بيروح على سيرفيس بروفايدرز معينين، سكيورتي سيرفيس بروفايدر، ويكزامن اليو ار ال، يقول لك اذا كان فيشنج ولا لا. لو معاك فايل وانت خايف منه، ارفعه على فيروس توتال. بس طبعا في ليميتيشن للفايل سايز، بيبقى فيها مشكله كبيره جدا. الاتاتشمنت نفس الكلام، مش اي اتاتشمنت تجي لك تعمل لها دبل كليك والداونلود. اتليست لو هتعمل داونلود الاتاتشمنت على ايه؟ على امتي اريا، مساحه فاضيه، واعمل لها سكاننج بالانتي فيروس الاول والانتي مالوير يعني عموما. ولو الاتاتشمنت اللي هو الفايل اللي هو، يعني انا عاوز اقول لك ممكن ملف بي دي اف او صوره يبقى انجكتد. ملفات البي دي اف بيبقى فيها هيدن لينكس. اوكي، الهيدن لينكس دي بيعمل ايه؟ وانس ان انت يكليك عليه بيكونكت مع سيرفر تاني. انت فاتح بي دي اف، وده بيكونكت مع سيرفر، والسيرفر ده ممكن انت تكون فيكتيم اوف بوت نت. فاكرين البوت نت؟ حد فاكر البوت نت؟ اه يا دكتور. فانت ممكن تكون فيكتيم اوف بوت نت، واتعمل عليك رات او ريموت اكسس تروجن، وانت كل اللي عملته ان انت فتحت جاست ا بي دي اف فايل. فكمان البي دي اف نعمله سكاننج. يفضل بقى حاجه جميله قوي قوي قوي، وانا ما اقدرش اعيش من غيرها من زمان يعني، موضوع الساند بوكسز. مفهوم الساند بوكس هو ايه؟ مفهوم الساند بوكس اللي هو آه عباره عن ايه؟ experimental area. فالساند بوكس موجود مع ويندوز 10 وويندوز 11. ادخل على ادخل على ايه؟ ادخل على الكنترول بانل، ادخل على بروجرامز اند ابلكيشنز، وروح على الويندوز ابلكيشنز اللي هي البيلت ان، واعمل سيلكشن هينستول الساند بوكس. الساند بوكس ده عباره عن ايه بقى يا شباب؟ عباره عن فيرتشوال ماشين. هي فيرتشوال انفايرمنت بنفتح فيها الفايل. لو الفايل innocent وجميل هيفتح معاك. لو الفايل اسمه ايه،
malicious فايل وانجكت، يعني هو malicious بيترمينيت الفايل و it doesn't open. فموضوع الساند بوكس ده مهم جدا. كمان الانتي فيروسز اللي هي الانتي مالويرز، يعني تقريبا كلهم لو انت معاك فيرجن اللي هو اسمه انترنت سكيورتي ده بيكون جاي بقى ايضا بالايه بالساند بوكسز بتاعه. ده عموما الايه هاو تو بروتكت يور سيلف. تخيل السلايد دي بتتسبب في almost 2 ل 84% من الهاكينج على مستوى العالم، الفيشنج اتاك. believe it or not. عشان كده موضوع السوشيال انجينيرنج ده مهم قوي، لان في الاول اولا واخيرا الناس اللي معانا وعندها هاندز اون في السايبر سكيورتي، وكلكم من اول الترم لغايه النهارده، هل حسيت ان في حاجه سحريه ممكن تحصل على السيستم؟ هل الهاكر ده ساحر، ولا في الاول وفي الاخر انت اليوزر اللي مسؤول عن ايه؟ مسؤول عن تامين نفسك بنسبه كبيره جدا. اكيد مفيش ماجيك في الموضوع، except for يعني to tell you the truth. آه، مش عارف قلت لكم ده ولا لا. طيب انا هنا بشرح لك وباكد عليك ان انت do not ever click on a link that you don't know anything about it. صح؟ ما تدوسش على لينك. ليه؟ لان كلكم وانا معاكم متفقين انك لما يعني when you click on a link there is a big chance ان انت to be hacked. صح ولا لا؟ طيب هل عمرك فكرت ان even without opening a message there is a chance to be hacked؟ بكل اسف ده حصل. بكل اسف ده حصل، ويمكن انا شرحت لكم الكلام ده قبل كده. موضوع اسمه زيرو كليك اكسبلويت. زيرو كليك اكسبلويت يعني ايه؟ لما نرجع للهاكينج فيزز، اكسبلويت بعد ما بنكسبلويت الفولنربيلتي انا خلاص دخلت على الايه؟ خلاص ده مرحله الاكسبلويتيشن. طيب يعني ايه زيرو كليك اكسبلويت؟ ده اكسبلويت واختراق بدون حضرتك ما تفتح المسج. الجود يعني اللي عمل الكلام ده شركه اسرائيليه اسمها حاجه جي او ان جي او جروب حاجه كده، وعملت الكلام ده بتكنيك معين ما هوش يعني عبقريه برضو، علشان ما نحسش ان احنا اقل من حد. احنا مش اقل من حد طبعا، بس هو ليه اسبابه يعني. خلاص بيعتمد على vulnerabilities معينه في الهاردوير. يعني خد بالك احنا بنتكلم على vulnerabilities already well known على الهاردوير وعلى الاوبريتنج سيستم اللي هو الاي او اس، سواء الاي او اس او الاندرويد. في حاجات اوريدي خارجه من المصنع من الفاكتوري اوريدي فيها vulnerabilities. مين يعرفها؟ الفاكتوري نفسه. فاني هو هم عملوا الكلام ده ولكن السيستم ده السيستم اللي هم عملوه كانوا سموه بيجاسوس. وبيجاسوس مش متوفر للانديفيدوالز، هو ده بيعملوه بالاتفاق مع الحكومات. يعني اتفاقات حكوميه للدول معينه ان هي تعمل ايه، تستخدم بيجاسوس ان هي تتجسس على الناس. ولكن هم نفسهم اتجسسوا على معظم الناس على ناس كتير قوي في العالم، صحفيين ومشاهير لدرجه حتى الرئيس الفرنسي نفسه الموبايل بتاعه اتعرض للبيجاسوس مالوير. ولكن الجود نيوز ان بيجاسوس اتعمل له ايه؟ اتعمل له اوريدي علاج، ولقوا السوليوشن بتاعه. والنهارده لو الانتي مالوير بتاعك او الانتي مالوير بتاعك اوريدي اب تو ديت، هيقدر يكاتش الايه البيجاسوس. على مستوى العالم في شركه هولنديه تانية بتعمل نفس الكلام، وفي شركه ثالثه يعني ستيل من وسط اوروبا، مش فاكر مين، في رومانيا ولا فين. بس اني هو عددهم على مستوى العالم قليل جدا اللي بيعمل موضوع الايه اللي هو الزيرو كليك اتاك. ولكن البوتوم لاين از من مكالمات غريبه انترناشونال ما افتحش الا لو انا عارف الرقم. ولو فتحت اكتر من 3 ثواني ولقيت الطرف الثاني مش بيرد عليك، اتاكد ان هو he's trying to gain time علشان يعمل ايه to load something على الكونفرزيشن. ازاي الكلام ده على مكالمه؟ ما هي المكالمه دي اصلا voice over IP، وفويس اوفر اي بي بيبقى ماشي ايه، فويس على في ديجيتال باكيت.
فبالتالي يقدر ايه يبعت داتا also malicious data على الايه على الفويس اوفر اي بي. الانسايدر ثريتس هسيب لك ده تقراه how to detect الشخص اللي هو بالشكل ده. يعني طب خلاص نقولها باختصار. الشخص اللي هو malicious insider وكده، لما تلاقي واحد اللوجز بتقول ان هو بيقعد بعد الشغل ساعات طويله، بيشتغل من البيت ساعات طويله بالفي بي ان بتاع الشركه، يعني هو من البيت بيدخل على النتورك بتاعت الشركه وساعات طويله، بيعمل داونلودز كتيره، بيغير البريفليجز بتاعته. فاحنا مطلوب بقى ان احنا نقلل البريفليجز بتاعته. خلاص. نشوف ده ازاي. دايما نعمله مونيتورنج على الانيوجوال لوجن تايمز واللوكيشنز والاكسس تايمز. نشوف الداونلودز والديتا اللي بيبعتها والاكسبورتنج. الايميلز ممكن يكون بيبعت سنسيتيف انفورميشن، والبرينتنج اكتيفيتي ممكن نمنعه من انه يدخل من على النتورك بتاعت الشركه من اي مكان بره. وطبعا لازم الاتش ار يبقى انفولفد والبوليسيز والكلام ده كله. في حاجه بقى بيقول لك بلغ عن صاحبك، يعني اللي هو لو شفت اي حاجه بليز ليت اس نو. ازاي نعمل ال how to يعني how to fight الموضوع ده، how to remedy or combat الانسايدر threat problems يعني. يعني خلي دايما بنستخدم حاجه اسمها least privilege access. فاكرين انا بعطي least privilege، وبعدين لو حد عاوز privileges اعلى لو سمحت you have to prove it. ولازم يبقى عندك statement why you need higher why do you need a higher privileges بالنسبه للسيستم. لازم تقول why. هي المساله احنا مش قاعدين في النادي. من حقك تروح الجيم وتطلع من الجيم تروح على السويمنج بول. لا، هو الفكره كلها فين؟ انت بتشتغل في اريا معينه، عاوز تروح تاخد accessibility هنا ليه؟ لو سمحت you must have a valid statement. خد بالك هو مش غبي، هو هيقعد يألف حاجات كتيره، بس طبعا هيز مانجر لازم تبقى to be involved علشان الابروفال الحاجات دي. بنريفيو بقى الاكونتس وبنريموف اي unused accounts، الداونلودز واللوجنز زي ما قلنا. ولازم في حاجه اسمها separation of duties، ما نحطش كل الباور عن شخص واحد يعني. الايدنتيتي ثيفت، رقم واحد ان احنا ما نشيرش الانفورميشن بتاعتنا publicly. في ناس على فيسبوك بصراحه على السوشيال ميديا غريبه الشكل، يعني كل حاجه عنده مكتوبه، بيشتغل فين وكان بيشتغل فين ومتجوز مين وولاده مين. ده سهل قوي ان هو دي حاجه. الحاجه التانيه لينكد ان للاسف انا بخاف من لينكد ان اكتر من فيسبوك. انا ما عنديش اي بيانات على فيسبوك، لكن على لينكد ان علشان هي بروفيشنال نتورك عليها معلومات كتير عني وعنك وعن اي حد. فبكل اسف لينكد ان سورس غني جدا 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 ان الناس تاخد منه انفورميشن، وحتى مش على مستوى الانديفيدوالز، على مستوى الانتربرايزز والشركات. ليه؟ لانك انت بتتعلم حاجات كتيره قوي عن الشركه من الاعلانات بتاعتها. البيج بتاع الشركه بتقول احنا مين وبنشتغل فين واللوكيشن وعندنا امبلويز كذا وديبارتمنتس. بس كمان لما الشركه بتنزل وظيفه، انت من خلال الوظيفه تقدر you can guess what type of technology they have. لو قال عاوز اوراكل ادمن ولا داتابيز مانجر، او عاوز سيستم انجينير، او عاوز سكيورتي مانجر، فانت بتقدر انت لما بتقول سكيورتي مانجر انت بقى بتقول كل المتطلبات. يكون عنده experience مثلا 5 to 10 years، اشتغل على systems كذا وكذا. انت من خلال الجوب ديسكريبشن بتقدر you can guess طبيعة التكنولوجي اللي عنده. الفيشنج والايميلز يعني اكيد في ريد فلاجز. رقم واحد السندر ادرس اهو. لو لقيت ده فيك دايما لازم تبص على عنوان الشخص اللي بيبعت ارسال. احيانا بيستخدم حاجات زي action required و update your system information your account will be closed.
مفيش حاجه اسمها اضغط على اللينك، حتى لو انا واثق 100% من الشخص اللي باعت ومن آه، البنك او الشركه اللي بترسل. لازم اخد اللينك ده واشوفه هو بيكونكت مي على فين. الاتاتشمنت زي ما اتفقنا، الاتاتشمنت must be examined very well. لو حصل بقى ان الكلام ده، بتدوس على انه بتقول على الايميل نفسه ان ده فيشنج ايميل. طبعا موضوع ان انا اكريت فيك ايميل ادريسز ده موضوع سهل جدا، وتقدر في اليوم الواحد تعمل ايه. في اليوم الواحد، في القعده الواحده، تقدر ان انت كرييت يعني 200 ايميل. 200 ايميلز يعني ايه؟ مش 200 ايميلز to send to no to send from. يعني عنوان السندر بيبقى هنا طويل قوي وبيحتوي على ارقام واي حاجه فيك. فللاسف انت you cannot control ده. بس at least هنا في ريد فلاج ان الايه، ان السندر ادرس ده يعني looks suspicious. طيب، في تول بارز بقى بنركبها علشان الانتي فيشنج موجوده، بنقدر نعملها على الايه، على اوريدي يعني على البراوزر. فور اكزامبل ممكن نعمل حاجه. الانتي مالوير اوريدي بيجي بالموضوع ده. بس كمان في حاجه اسمها نت كرافت. اسمها كده نت كرافت. نت كرافت ده بيلت ان تول. هي عباره عن اد اون. عارفين الاد اونز. بس بليز stay away from Google. stay away from Google Chrome. خلاص، انا بتكلم عن الليجيتيمت براوزرز. جوجل كروم يعني لا، بيسرق بيانات ومش احسن حاجه، وبيحتفظ بالكوكيز وبيحتفظ بكل الداتا بتاعتك بشكل غبي جدا. ولو انت بقى برو يعني بروفيشنال، وانت وحش الوحوش، ودخلت وعدلت كل حاجه، مع اول ابديت هو جوجل اوريدي بيسرق بيانات. فدي there is nothing يعني to hide about it. ف استخدام الانتي فيشنج تول بار ده مهم قوي. بيعمل لك اقدر كمان استخدم السيف براوزنج. مهم جدا ان انت تو ريبورت فيشنج. بيساعدك ان هو كمان بيعمل ايه، بيعمل تشيك على السيرتيفيكت بتاع الويب سايت اللي انت رايح له بشكل عام. نقرا لو سمحتم الكلام ده، لانه كله انتوا شايفين المحاضره النهارده كلها نظري. ولكن تخيل النظري ده اللي احنا عمالين نشرحه هو يعتبر من الفاونديشنز اللي الناس بتستخدمها في الحياه علشان يقدر يعمل ايه، يبدا. احنا بدانا هناك خالص من بدايه الكورس، بدانا في الانفورميشن جاذرينج، صح؟ طب بالله عليك كده، بعد اللي انت سمعته النهارده، هينفع تبدا انفورميشن جاذرينج من غير السوشيال انجينيرنج؟ يس اور نو؟ لو انت موافق، انا اقنعني. no. مش هينفع خالص. بدليل ده انا لو عاوز اسرش على ياسمين او عمر او فريده او محمد هيثم، اول حاجه هسرش عليك اعمل ايه؟ ثواني. انتوا عشان تعرفوا انا مين هتعملوا اول حاجه، هتعملوا ايه؟ هروح اشوف الراجل ده فين. لينكد ان، فيسبوك، بيعمل ايه؟ طب هو البروفايل بتاعه على لينكد ان هو بيشتغل فين، وكان بيشتغل فين، وبيعمل ايه، والبوستات بتاعته شكلها ايه؟ بس فاذا انت عندك مساحه كبيره قوي انك تاخد اللي انت عملته ده ايه. ده انفورميشن جاذرينج. طب انت رحت فين؟ رحت على السوشيال ميديا تدور عليا علشان تبدا بقى ايه. لو انت بقى مش معايا، لو احنا ما نعرفش بعض يعني، او حتى لو نعرف بعض وعندك باد انتنشن، هتعمل ايه؟ هتنتحل شخصيه حد تاني. وده الامبرسونيشن، وده خلاص هو ده الايه، هو ده الايه، السوشيال انجينيرنج. مين الناس اللي هم تارجتد قوي في السوشيال انجينيرنج؟ والله النهارده ما بيسيبوش حد، اي حد، ما يعني ما الاثوريتي، الناس اللي في الحقوق، في المراكز المهمه، الامور البنكيه، كل حاجه. كل الناس دي بتكون ايه، بتكون تارجتد للايه، للاسف بشكل ايه عام. الهيلب ديسك. طيب الهيلب ديسك ده الناس الغلابه دول تارجت ليه؟ هم مش غلابه ولا حاجه، هو بس علشان تحت ايديهم اكونتس وبيانات. فممكن يكون هو تارجتد علشان يعمل ايه، اعمل امبرسونيشن واقول له لو سمحت غير لي الباسورد بتاعت الاكونت ده، اللي هو مش بتاعي اصلا، هو بتاع حد تاني،
وانت عامل امبرسونيشن. هل تتخيل ان النيو هاير الموظف الجديد ده ممكن يكون تارجت؟ ليه؟ لانه لسه مش عارف حاجه وبيخاف، وممكن واحد زي بقى كبير في السن يقابله، ممكن يتخض. انا مش من المكان، انا مش من الشركه، ولا مثلا دخلت وزاره معينه، وممكن اقول له تعالى هنا، اسمك ايه وبتشتغل فين؟ ممكن يتخض، يقول ده مدير عندنا، ده مش عارف وكيل وزاره، ده مش عارف ايه، فيخاف لانه لسه ما يعرفش كل الناس، وما يعرفش الايه، ما يعرفش الرولز بشكل عام. في الديفنس استراتيجيز بشكل عام قال لك الاستراتيجي، واستراتيجي يعني من غير ديتيلز. فيريفاي الاول، فيريفاي الشخص وريبورت. بس اصلا آه علشان امنع الموضوع ده من الباب خالص، عندي التريننج. من غير طب تخيلوا ان التريننج بتاع السوشيال انجينيرنج بيتعمل في الشركات للموظفين سنويا، وبيدخلوا امتحان، والمفروض ان ينجحوا فيه. هم نفس الموظفين 42% منهم بيقعوا في فخ السوشيال انجينيرنج والفيشنج اتاك والفيشنج. هم تخيل بقى من غير تريننج ايه اللي بيحصل. التريننج نمبر 1، الفيريفيكيشن ده لازم، والريبورتنج ده لازم. عملنا تريننج مهم جدا ان انا لازم اعمل ايه، ما اديش الناس don't give people يعني more privileges. اعطي دايما الليست privileges. employ multi factor authentication. لو حسيت باي حاجه ريبورت. وطبعا ايه الفيريفيكيشن مهمه جدا جدا جدا. طيب الديفنس استراتيجيز بيزد على الاتاك تايب. لو بنتكلم هيومن بيزد اتاك، طب ما دي سهله. الهيومن بيزد اتاك دايما متعلق بالامبرسونيشن، يبقى لازم افيريفاي الشخص. طيب لو متعلق بالفيشنج، يبقى لازم اعمل فلترنج للايميلز، واستخدم مالتي فاكتور اوثنتيكيشن، وارفع اليوزر اويرنس. السلايد دي مهمه قوي لان هي فصصت شويه نوع الايه، نوع الاتاك، علشان لما يجي لك سؤال في الامتحان، وهيجي لك لو كلمتك عن الفيشنج اتاك، ايه الميتيجيشن بتاعته؟ شفت في لاين واحد: يوز ايميل فلترنج، لينك تشيكينج، مالتي فاكتور اوثنتيكيشن، يوزر اويرنس. دول بالظبط 4 فاكتورز، 4 فاكتورز علشان اميتيجيت الايه، الفيشنج اتاك. طيب الموبايل بيزد اتاك، الموبايل بيزد اتاك بالضبط بينطبق عليه نفس الاتاكس بتاعت الكمبيوتر بلس ان اديشن تو الابلكيشنز، البرميشنز، الديفايس ابديت. خلاص. الام دي ام مش بتاعتك انت بس، الام دي ام stands for what؟ موبايل ديفايس مانجمنت. الموبايل ديفايس مانجمنت ده بيكون بلاتفورم في الشركات. بصوا، الشركات اللي بتسمح للموظفين يستخدموا الموبايلز بتاعهم جوه الشركه، جوه ال جوه الاكسس بوينت بتاعت الشركه، يفتح منها ايميل الشركه. ما ينفعش كده يلا هوبا يلا ايه رايكم في هوبا يلا اللي انا اديتها لكم؟ هوبا يلا دي على فكره استراتيجي وطريقه تفكير واسلوب حياه عند ناس كتير قوي. ما ينفعش اللي هو يا باشمهندس محمد صلاح، انا عاوز بس ادخل الموبايل بقى الباسورد بس بتاعت الواي فاي. اتفضل يا حبيبي، تمام، اجيب لك شاي معايا، خلاص والموضوع انتهى، وياخد الباسورد. طبعا الكلام ده لا، بيبقى عندنا مانجمنت بلاتفورم، وعاده بيكون سيرفر مسؤول عن الايه، مسؤول عن الموبايل ديفايسز. هو ده بقى اللي بيعمل كل الابديتس. لما يحصل ابديتس يبوش اولا طبعا بنستلم منك الموبايل وبننزل عليه سوفت وير معين بتاع الديفايس مانجمنت. وبعدين الانتي مالوير ابديت، حضرتك ما تروحش تابديت على مزاجك، احنا بنبعت لك الابديت من عندنا. الاوبريتنج سيستم ابديت من عندنا، السكيورتي بريفليجز، كل ده. الام دي ام دي عباره عن ايه؟ انفايرمنت كامله للموضوع ده. طيب الانسايدر ثريت كنوع من الاتاك، هاو تو ميتيجيت الكلام ده كله؟ والله بنميتيجيت الكلام ده كله عن طريق المونيتورنج
بشكل عام بنابلاي ليست بريفليجز، على طول بنمونيتور سيباريشن اوف ديوتي او سيباريشن، وكمان سيباريشن اوف باور. والريبورتنج لازم يكون معروف في حاله كذا، في حاله ان انا في حد سسبيشس ريبورت لمين. الايدنتيتي ثيفت نعالجه ازاي، او هاو تو ميتيجيت ات. رقم واحد بروتكت البيرسونال داتا، وبعدين استخدم بقى سترونج باسوردز ومالتي فاكتور اوثنتيكيشن، والاكونت بتاعك يبقى اندر مونيتور موست اوف ذا تايم. في حاله الاتاك بكل اسف السوشيال انجينيرنج له التولز بتاعته، في ادوات متفرقه. وجي واحد قال لك ليه نعمل ادوات متفرقه؟ ما يلا نعمل سيت سوشيال انجينيرنج تول كيت. التول كيت دي عباره عن ايه؟ عباره عن تول كيت كامله، اقدر اعمل منها فيشنج اتاك، واقدر اعمل منها حاجات كتيره قوي. واقدر، مش انا قلت لك بنروح على السوشيال ميديا ونجمع بيانات، صح ولا لا؟ لينكد ان و طب بالله عليك انا هفضل بقى اجامب فروم وان اكونت تو ان انذر؟ قال لك لا. طب ما انا عاوز ايه؟ في السوشيال انجينيرنج تول كيت هناخد عليها فيرتشوال لاب ان شاء الله. السوشيال انجينيرنج تول كيت في تولز once ان انت to give him a piece of information about anyone, about myself, about كريم عادل, about محمد صلاح, كريم حسام, داني, اي حد من الناس اللي قدامي. once you give an email, email address, social media profile, موبايل نمبر, هو بيروح وبيأكسس وبيعمل ويب سكرابنج. الويب سكرابنج ده سكرابنج كأنه بيعمل سكرابنج للميتال. بيعمل ايه؟ بيطلع انفورميشن ويجيبها لك في شكل ريبورت almost ready to use. طيب هل السوشيال انجينيرنج تول كيت دي احنا بنستخدمها ايضا في البنتريشن تيستنج؟ ليه؟ انا عاوز اشوف الريدينس بتاعه الامبلويز اللي عندي، مستوى الوعي اللي عند الناس اللي عندي. بعمل ايه؟ انا ابعت لهم فيشنج ايميلز. ابعت لهم ايه؟ فيشنج ايميلز، واشوف رد فعلهم يحصل ايه. وبالتالي ممكن نعمل عقوبات على الناس اللي ايه، اللي لسه واخده تريننج مكلفنا فلوس قد كده، وفي الاخر بيرد على الفيشنج ايميلز. السوشيال انجينيرنج تول كيت احيانا بنعمل سيميوليشن اتاك جوه الشركه. بنعمل سيناريو معين، وزي السيناريو اللي انا جبته لك اللي احنا اخدنا عليه الكويز، وزي السيناريو اللي هيجي لك ان شاء الله في ال 12 وهيجي في الفاينل بالشكل ايه، بشكل عام. الباقي خلاص احنا خلصنا خلصنا الموديول كده، ما عندناش حاجه تاني.